خطيرة، وهذه مسؤولية الجامعة. هذه محاولة هدف لفريق الرجاء. أوساغونا يسجل الهدف الأول لفريق الرجاء. كما قلتها أوساغونا دائما خطير على مستوى الضربات الرأسية، يعني حتى التغطية كانت نوعا ما يعني ماشي في المستوى، تركت دفاع الوداد. الرقابة ديال اللاعب أوساغونا، فهو جا من بعيد وخدا لي لون ديالو، خدا لو تايمينغ ديال الكرة، وبالتالي غادي نرجع للهاشمي اللي كيعطي حلول إضافية في الجهة اليمنى، هو من كان وراء الهدف ديال فريق الرجاء. وإذا الرجاء يسجل الهدف الأول بواسطة أوساغونا. حتى الرقابة والتغطية ما كانتش في المستوى بالنسبة للدفاع. فريق باباتوندي يحتفظ بالكرة، باباتوندي يحاول المرور، باباتوندي ومرير خطيرة لفائدة فريق، وهدف ثاني، هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. لاحظ الكيفية اللي سجل بها الحافظي، يعني بطريقة اللاعبين الكبار. الحافظي يضع الكرة في شباك فريق الوداد معلنا عن الهدف الثاني. وفي الكواليس قلت لك بأنه عندما يغيب الحافظي على الوسط الهجومي يكون الرجاء بدون فعالية هجومية، حين يحضر فالرجاء يعود لها التوازن. ودائما أركز على باباتوندي في صنع عملية الرجاء. لاحظ باباتوندي كيف صنع العملية لفريق الرجاء. هذا لاعب من اللاعبين الكبار، لأن باباتوندي يكون دائما مصدر قوة فريق الرجاء في بناء العمليات الهجوم. وكما قلت فهو لاعب محوري يكون مثلثات كثيرة وكبيرة في داخل رقعة الميدان. لفريق الوداد عصام الراقي، وهدف ثالث، هدف ثالث لفريق الرجاء، هدف ثالث لفريق الرجاء، والمسجل عصام الراقي بطريقة متميزة. هذا هو الواقع. عصام الراقي استخدم كل الخبرة ديالو وكل الحمولة اللي يعني جمعها في السنوات الماضية، وبطريقة اللاعبين الكبار يسجل الهدف الثالث لفريق الرجاء في هذه اللحظات في الوقت المحتسب. بدل ضائع من الجولة الثانية، 3-0 لفائدة فريق الرجاء. لاحظوا كيف يعني سدد عصام الراقي بطريقة يعني مركزة. فقط الحارس زهير العروبي تابع الكرة بالاعين ديالو. لاحظ يعني فما كانش خطأ لا ديال الحائط ولا ديال الحارس.